بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان هذه الكلمة: شاب نشأ في طاعة الله. إن مرحلة الشباب من أعظم العبادات أو من أعظم المراحل العمرية التي يمر بها الشاب المسلم، سواء كان شابا أو فتاة، وذلك أن من نعم الله على الشاب أو الفتاة أن يوفق للعمل الصالح في هذه المرحلة. ومن الأمور التي يتعجب منها أشد العجب أن ترى شابا حريصا أو فتاة في هذه المرحلة حريصا على طاعة الله عز وجل، مجتنبا لما لا يرضيه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الأثر الذي صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك للشاب ليست له صبوة. وذلك أن مرحلة الشباب من عادتها أو من طبيعتها أن يكون الشخص كثير الخطأ والانحراف. ولذلك إذا رأيت شابا أو فتاة في هذه المرحلة العمرية حريصا على الطاعات والعبادات فاعلم أن الله أراد به خيرا. ومن علامات التوفيق من الله عز وجل للشاب أو الفتاة أن تراه قدوة في أمور الخير، قدوة لإخوانه في منزله، قدوة لزملائه في مدرسته أو كليته أو عمله، أن تراه موفقا في عباداته، أن تراه حريصا مسارعا للطاعات والعبادات. ومن علامات توفيق الله له أو لها أن تراه من المسارعين، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن يا رب؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ذكر الله عز وجل أنه لا يكاد يخلو أحد من خطأ أو زلل أو حتى وقوع في معصية من المعاصي. قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولكن بشرط ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك لهم جنات، ليست جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فحري بنا وبك أيها الشاب وبك أيتها الفتاة أن نكون من المسارعين. من أجمل الأيام واللحظات أن يراك الله عز وجل في الموطن الذي أمرك أن يراك فيه، ومن أجمل اللحظات أن يفقدك أن لا يراك الله عز وجل في الأماكن التي نهاك أن تكون فيها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه والعمل الصالح الذي يرضيه، خصوصا في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم.